صحي الشيخ السادات في يوم وقعد يقرا الجورنال وهو بيشرب قهوته بتاعة الصبح، ووقتها اتصدم بخبر جواز بنته صفية اللي كان عندها في الوقت ده 18 سنة بس، والخبر بيقول إنها اتجوزت بعلي يوسف اللي عنده 40 سنة. فرفع الشيخ عبد الخالق السادات قضية على الشيخ علي يوسف بحجة إن علي يوسف اتجوز بنت الشيخ بدون رضاه وإنه غرر بيها أو ضحك عليها يعني. فرفع الشيخ قضية تفريق، وكانت حجته إن هو ذو أصل ونسب، أما جوز بنته المزعوم فبيشتغل في أحط المهن. وتفتكروا إيه هي المهنة المنحطة دي؟ الصحافة. طيب مين هو الأب عبد الخالق السادات؟ هو أحد الأعيان والأشراف، واللي بيمتد نسبه من ناحية للسيدة فاطمة بنت النبي ومن ناحية تانية للإمام الشافعي. أما الشيخ علي يوسف الزوج فهو صحفي وسياسي، درس في الأزهر واشتغل في الصحافة وأنشأ جريدة المؤيد وأسس حزب اسمه حزب الإصلاح، وكان ليه ديوان شعر غير مقالاته في الجرايد، وكان كمان على علاقة قوية بالخديوي عباس حلمي الثاني، يعني شخص مش قليل برضه. واللي حصل إن علي يوسف في بداية حياته لما كان على قد حاله اتجوز من سيدة بسيطة زيه، والحقيقة ان انا ما لقيتش اي ذكر للمسكينة دي وكأنها مش طرف في القصة نهائي. وبعدها لما بقى ليه مكانة اعلى حب انه يناسب عيلة عريقة، فاختار الشيخ السادات وطلب منه ايد بنته صفية. لكن الشيخ السادات ما كانش مقتنع بالنسب ده، وده اللي خلى علي يوسف يوسط اشخاص لاقناع الشيخ السادات بالزيجة دي. وفعلا السادات وافق، لكنه قعد يماطل في تحديد ميعاد عقد القران. ليه مش عارفة، بس ممكن مثلا يكون ندم انه وافق او راجع نفسه، او يمكن انه ما كانش موافق من البدايه وتحت الضغط بتاع الوسطاء وافق وحب انه يعني يماطل على علي يوسف لحد ما يزهق ويصرف نظر عن الجوازه. والمماطله دي ما كانتش مثلا شهر ولا شهرين ولا حتى سنه، ده فضل يماطله 4 سنين. بيتقال ان وقت يعني ما علي يوسف طلب ايد البنت اللي اسمها صفيه دي كان صفيه عندها 14 سنه بس. انا كده حاسه انه فعلا غرر بيها، وانا اتاكدت من سن علي يوسف انه هو فعلا لما اتجوزها كان في الاربعينات، لكن ما لقيتش مصدر موثوق لسن صفيه، بس شايفه يعني انه منطقي انها تكون فعلا تحت سن ال20 بحسب عادات الزمن ده، وان فعلا في كام مقالة ذكر انه خطبها وهي في ال13 او ال14 من عمرها واتجوزها تقريبا في ال17 او ال18. المهم ان علي يوسف زهق من كتر المماطله فقال يتجوز بالحيله، واتفق مع صهر الشيخ السادات واسمه البكري اللي يعني كان جوز بنت الشيخ السادات، واللي كان برضه في نفس الوقت مقرب جدا من علي يوسف، ان لما صفيه تروح تزور اختها انهم بقى هناك يعقدوا القران في بيته ويحطوا الشيخ السادات قدام الامر الواقع. وبالفعل راحت صفيه تزور اختها في بيت السيد البكري، ووقتها البكري وعلي يوسف عزموا بعض العلماء والوجهاء وكتبوا الكتاب بالاتفاق مع صفيه، وكان وكيل صفيه احد مشايخ الازهر المعروفين. وبعدها اخذها علي يوسف لبيت الزوجيه، وتاني يوم الصبح قرأ الشيخ السادات خبر جواز بنته في جريده المقطم، واتصدم الشيخ جدا من اللي حصل وطلع على النيابه واتهم علي يوسف بانه استدرج بنته واتجوزها بدون رضاه. بس النيابه شافت ان صفيه راشده ومش مخطوفه، يعني هي اتجوزت بمزاجها، فحكمت بعدم الاختصاص. واتضايق الشيخ السادات اكتر ورفع دعوى في المحكمه الشرعيه، وبقى في بينه وبين علي يوسف منشطات صحفيه، علي يوسف بيدافع عن طريقة جوازه والشيخ السادات بيهاجمه. وبعدها الشيخ السادات رفع قضية ببطلان عقد النكاح، والناس والصحف اتقسموا نصين، نص شايف ان الجوازة تجوز والنص التاني شايفين ان دي دعوة للبنات انها تخرج عن طوع اهلها. اما في المحكمة فالشيخ السادات كانت حجته ان الزيجة دي غير متكافئة اجتماعيا، وان بعض المذاهب بتشوف ان التكافؤ شرط من شروط الجواز، وبما ان الشرط ده مش موجود فاذا الجوازة باطلة. ودعم كلامه بانه ذو اصل وحسبه ونسبه وبيرجع نسبه لآل البيت، وانه ليه مكانة اجتماعية وعلمية رفيعة. اما علي يوسف فهو ما يعرفلوش اصل من فصل غير انه بيشتغل في مهنة وضيعة وهي مهنة الصحافة، وكان شايف ان الصحافة زي التمثيل كده، الممثل أراجوز والصحفي متتبع لعورات الناس وفضايحهم، وبناء عليه فالصحافة حرام شرعا. وكان بيترأس المحاكمة دي الشيخ أبو خطوة، وكان معروف انه شيخ متزمت ومن التيار المحافظ، يعني بمعنى أصح هو في صف الشيخ السادات وشايف اللي عمله علي يوسف خارج على العادات والتقاليد والدين. المهم ان علي يوسف رد على كلام الشيخ السادات عن مهنة الصحافة بانه قال له ان القاضي الاكبر نفسه واللي اقل منه في المناصب كلهم مشتركين في جريدة المؤيد اللي هي الجريدة بتاعته، وانهم بيدفعوا الاشتراك السنوي ليها، فلو الصحافة حرام فكده كلهم مشتركين في الاسم. وفضلت كده القضية والاتهامات رايحة جاية ما بينهم، والقاضي والشيخ أبو خطوة حكم بإن السيدة صفية ترجع لوالدها لحد
موعد النطق بالحكم النهائي، لأن مش معقول يبقوا بيتناقشوا ببطلان الزواج وهي قاعدة في منزل الزوجية. ووافق علي يوسف على الحكم ده، لكن صفية خافت طبعا ترجع لأبوها، عشان كده خيرها يوسف إنها تروح بيت الشيخ أبو خطوة اللي هو القاضي نفسه، أو بيت مفتي الديار، أو بيت الشيخ الرفعي واللي كان شيخ ليه مكانة عالية. فاختارت صفية إنها تروح بيت الشيخ الرفعي، وبما إنها ما نفذتش الحكم وراحت بيت والدها، فاحتج القاضي أبو خطوة واحتج الشيخ السادات، وبقت أزمة، والشيخ السادات بقى يتهم الحكومة بإنها ما نفذتش قرار المحكمة، حتى إن القاضي أبو خطوة هدد بوقف كل القضايا لحد ما حكم المحكمة يتنفذ. يعني هدد إن هو هيوقف كل القضايا المفروض يحكم فيها وهيعطل الحكم فيها لحد ما حكمه ما يتنفذ. لكن بعد كده تراجع عن القرار ده، واتدخل الخديوي عباس حلمي الثاني واللي كان صديق لعلي يوسف، وكان في صف طبعا علي يوسف، وحاول إنه يوفق ما بينه وما بين الشيخ السادات، وأرسل وسطاء من ناحيته. وبعدها جه حكم المحكمة ببطلان عقد الزواج بين صفية السادات وعلي يوسف، وبكده يكون تم للشيخ السادات المراد. وبعد ما تم للشيخ السادات اللي هو عاوزه وحفظ ماء وجهه، رجع من تاني وكتب كتاب بنته من جديد على علي يوسف. يعني كده كل الأطراف اتراضت. وبعد 9 سنين من الجواز ده اتوفى علي يوسف عن سن 50 سنة، وصفية السادات كانت في العشرينات من عمرها، وما اتجوزتش بعده غير بعد 7 سنين من موته. بس كان زواجها التاني على لغط كبير برضه، لأنها اتجوزت من مطرب اسمه زكي عكاشة أفندي. وبما إن أبوها كان مات، فاللي عارض الجوازة المرة دي كان سعد زغلول، وقال ازاي أرملة باشا تتجوز واحد زي ده، وده لأن علي يوسف كان حصل على البشوية قبل وفاته. فعلا سعد زغلول مقاطعة صفية السادات وحرم عليها دخول بيته، وده حسب كتاب البرنسيسة والأفندي لسرح عيسى. بس المرة دي ما كانش في قواضي، كان في بس تراشق في الصحف بين سعد زغلول وبين بعض النسويات اللي دافعوا عن موقف صفية السادات، وقالوا ان مش معقول ان هي تفضل أرملة طول عمرها، ولا ان احنا هنعمل زي الهنود وندفن الست مع جوزها بعد ما تموت ولا نحرقها، وان الراجل في حياته بيتجوز مرة واتنين وتلاتة، وهي المطالبة انها بعد موته ما تعرفش حد من بعده. وبس بقى، لو تحبوا تسمعوا حكايات تانية تاريخية أو اجتماعية قولولي. وبس يا حلوين، أنا هاجر، دي قناتي. لو عجبكم المحتوى اعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لأصحابكم، متنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. سلام.